الفنانة سحر كامل من مواليد 1959. بدأت مشوارها الفني سنة 1983 في فيلم دعوة للزواج بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني، وظهرت فيه مشهد واحد بس. وتاني حاجة عملتها خلت باقي المخرجين والمنتجين يطلبوها هو فيلم الناظر. كانت طالعة فيه مرات محمد سعد بجملتها المشهورة. واخر فيلم ظهرت فيه كان فيلم نظرية عمتي سنة 2013 مع حسن الرداد وحورية فرغلي. وتوفت الفنانة سحر كامل يوم 5 يوليو سنة 2021 عن عمر 61 سنة. طارق عصام الطفل المشاغب، اكيد كلنا عارفينه. اسمه طارق عصام، واللي خلاه يدخل الفنان كريم عبد العزيز وطلعه معاه في فيلم ابو علي سنة 2005 في مشهد مين اللي كل الجبنة. بعد كده المخرجين